عمل البريتو برنسبل ده حد اسمه فيلفريدو باريتو. ده ايطاليان ايكونومست. ده اتعمل سنة 1906 عشان هو خد باله ان في 80% من الارض بتاعت ايطالي كانت owned by 20% of the population، يعني 20% من الناس بس هم معاهم 80% من الارض. فده اللي خلاه يعمل ده. بس بعد كده في 1940 في امريكان انجينير وكان برضو مانجمنت كونسلتنت كان بيطبق الباريتو برنسبل دي على اوبزرفيشن في كواليتي كنترول ايشوز. زي مثلا هو اخد باله ان 80% من المشاكل اللي في الكواليتي كنترول طبعا ودي حاجه يعني سو فاني، لان انا جوزي مهندس وكواليتي يعني موضوع نفس الحاجه، يعني حاجه صعبه جدا. المهم يعني ان 80% من الايشوز caused by 20% of the causes. فدي حاجه برضو خلت الموضوع بقى useful واستخداماته متعدده. اتكلمنا قبل كده عن باريتو برنسبل بس بشكل محدود شويه. حابه اضيف عليه حبه حاجات. اول حاجه ان الباريتو برنسبل مش بس بيتحكم في كم المجهود اللي احنا بنعمله عشان ننجز شغل علينا. يعني هو 80 ل 20، يعني انت 20% من مجهودك هيوصلك ل 80% من النتيجه. انت محتاج بس تسبيسيفاي انهي 20% هم اللي هيوصلوك لل 80% في الاخر. بس الموضوع مش واقف عند كده. انت ممكن يكون 20% of your clients لو انت فريلانسر بيوصلوك ل 80% من الربح بتاعك. فانت عرفت انهي clients هم الكنترولر اكتر على الربح بتاعك، او انهي حاجه انا شغال فيها بتديري ربح اكتر. فده كويس. ممكن نستخدمه كمان في الدبريشن او في الديلي هيدك بتاعنا. لو في الشغل هنقول ان انت 80% من الهيدك اللي انت حاسس بيه هو بسبب 20% of your colleagues مثلا اللي معاك في الشغل، او 20% من الكلاينتس بتوعك هم عاملين لك هيدك. لو مثلا في حياتك العاديه فانت 80% من الضغط اللي انت حاسس بيه بسبب 20% من الناس اللي حواليك. هو مش بس بيعرفك انت ايه اكتر حاجه ضغط عليك بالنسبه للتاسكس او كده، او تخلص ايه اسرع. لا، هو كمان في كل حاجه نقدر نستخدمه في كل حاجه حرفيا. لو هنتكلم على التوبيك اللي انا اتكلمت فيه قبل كده، فهو انت عشان توصل ل 80% من النتيجه اللي انت عايز توصل لها هتعمل 20% من المجهود اللي انت كنت المفروض تعمله عن طريق بس تحديد ايه التاسكس الاهم او الاهم كاولويه هتنجز معايا وقت اكتر. فهي دي اللي بتتعمل عشان اكون انجزت 80% من الميشن بتاعتي ويتبقى لي بس 20% من الميشن. ده هياخد مني اكيد مجهود اقل لو انا برضو استخدمت معاه نفس البرنسبل. طبعا البرنسبل فادنا في ايه؟ فادنا في ان احنا نعمل distribution لمجهوداتنا، ان احنا نحدد الحاجات اللي محتاجة اكتر efforts والحاجات اللي ممكن تتأجل شوية. فيعني ده زي ترتيب اولويات بشكل او باخر. تاني حاجة احنا بيخلينا نفوكس on vital few. يعني مثلا بيشجعنا ان احنا نحدد الحاجات اللي ممكن تكون ليها significant results، حاجة اكبر النتائج بتاعتها اوسع بكتير من اللي احنا بنتكلم فيه. برضو ان هو مش حاجة يعني دي معلومة بره البوينت دي، ان هو مش mathematical law. يعني الباريتو برنسبل مش عشان هو 80 20 اذا هو فعلا لازم 20% يبقى 80%. لا، هو ممكن 10% توصلك ل 90%، او ممكن 30% توصلك ل 70%. whatever كان ايه الرقم، بس هو في efforts قليلة هتوصلك لنتيجة اكبر، او في tasks اقل هتوصلك لاكبر قدر ممكن من الريزلتس اللي انت عايز توصل لها. طيب هو ساعدنا كمان في ان احنا نماكسمايز الافشنسي. يعني ان احنا بنبقى عارفين وفاهمين ايه الانبوتس اللي هتطلع لنا برودكتيفيتي احسن وبشكل فردي وبشكل جماعي. لان لو انا اشتغلت عليه لوحدي انا هوصل لنتيجه كويسه كفرد، ولو انا اشتغلت عليه as a foundation كلها بقى الكومباني بتاعتي او التيم كله هنوصل برضو لنتيجه كويسه. يعني as a organization.